بسم الله الرحمن الرحيم. الفريقان الأهلي المصري وريكارياتيفو الأنجولي. المناسبة مباراة الإياب في دور 32 لدوري الأبطال الإفريقي. المكان مصر. النتيجة صعود الأهلي إلى دور 16 بعد حصوله على 4 نقاط من تعادل سلبي في مباراة الذهاب وفوزه بثنائية في الإياب لرمضان صبحي وإيفونا. التحليل: تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقائق العشر الأولى للمباراة لمهارة فردية لصانع الألعاب رمضان صبحي واختراقه من اليسار ومراوغة المدافع وخداع خط الدفاع والحارس، حيث توقع الجميع أنه سيلعب الكرة عرضية لكنه سددها مباشرة في المرمى من زاوية ضيقة جدا محرزا هدف الأهلي الأول. ظن الجميع أن الأهلي سيلعب مباراة استعراضية مليئة بالأهداف، خاصة وأن الفريق الأنجولي متواضع لدرجة كبيرة، إضافة إلى أن خط دفاع الأهلي وحارس مرماهم وخط الوسط يؤكدون تفوقهم في مباراة الذهاب ويبقوا على مرماهم نظيفا طوال 180 دقيقة هم عمر مباراتي الذهاب والإياب. لكني أكرر أن خطأ الأهلي الذي يقع فيه هو اللعب برأس حربة وحيد وخلفه 3 صناع ألعاب، ولا يلجأ إلى زيادة رؤوس الحربة إلا لو تأخر بهدف. فما فائدة العرضيات إن كان رأس الحربة وحيد وسط 4 مدافعين ويبقى صناع الألعاب على حدود منطقة الجزاء كما في تلك اللقطات المختلفة بعيدا عن الخطورة. أما عن الفرصة التي أثرها حسام غالي فهي شبيهة بفرصة أوباما لاعب الاتحاد السكندري التي سجلها في مرمى الإسماعيلي، والفرق بين التي ضاعت والتي سجلت أن حسام تسرع في لعبها، وهناك فرق بين السرعة والتسرع. وعن هدف رامي ربيعة الذي احتسب تسلل فهو حقا تسلل، لكنه جاء نتيجة عرضية متقنة وتواجد هجومي كثيف للأهلي، حيث وجود 4 أهلي على 5 أنجولا، وهي نسبة رائعة وتزيد من احتمال التسجيل، إلا أن مهارة المدافع في التمركز أقل من مهارة رأس الحربة، وهذا ما ننادي به، وهو كثافة هجومية لرؤوس الحربة للتواجد داخل منطقة الجزاء حتى تزيد نسبة التهديف. لعب الأهلي بأعصابنا طوال المباراة لتسجيل هدفا واحدا وكان على حافة الهاوية، واحتمال خروجه كان كبيرا لو سدد الفريق الأنجولي تسديدة طائشة تسكن الشباك وتعلن خروج الأهلي مبكرا بعد التعادل الإيجابي. على البطل أن يطمئن جماهيره بالفوز مبكرا نتيجة وأداء حتى يهابه المنافسين الذين يقابلونه في المباريات التالية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.